قبل دعم الصندوق الهلال لديه 8 بطولات آسيوية ووصيف العالم، وبعد الصندوق الهلال دخل موسوعة إيجنتس وأبهر العالم في أمريكا خاصة ضد الريال والسيتي. ما حد يستطيع أن يشكك في نجاح الهلال عبر عقود من الزمن. الهلال قوي داخل الملعب، وشفناه طبعا كيف قدم مباراة للتاريخ أمام السيتي. دائما مختلف فريق الهلال أبو خليفة. انا قلت لك الهلال عبد الله يعني دائما من الناس الانديه الثابته، دائما كل سنه على بطولات هذا، واذا نزل طبيعي. يعني دائما لما تقول الهلال اخفق يعني يهب الثاني، وهذا بالنسبه لهم اخفاق. فالنادي عبد الله نادي بطولات، متعود على البطولات، اداره ثابته، اداره قويه، حتى اللي يدخل الاداره يكمل يعني ما بيغير وايد اشياء، لان هاي في اشياء عندهم ثوابت. نعم. فالمتغيرات تكون بسيطه، تغير اسماء، لكن النواب والقوانين وهذه ثابته عندهم في الهلال. فبالتالي دائما تشوف الهلال مستقر، الهلال ثابت. مدربين، راح مدرب كبير رجع مدرب اكبر منه. بطوله العالم اللي انا يعني ما انتدبوا ولا لاعب، حاولوا ينتدبون باقصى جهد، بذلوا هذا ما قدروا، ما توفقوا، لكن ابهروا العالم في البطوله، حققوا نتائج جدا